نحن على أعصابنا. أحكي. أنا رح شوف عزت إذا بيشرب شاي. صفية، علي، لو سمحتي. في شي ما منيح يا ابني؟ ايه بابا عمر، في. يا رب أعطينا القوة يا الله. ما عاد فيني اتحمل يا امي. انا علي. Tanrı'dan dilerim bu kadar dilek, aman aman bu kadar dilek. Tanrı'dan dilerim bu kadar dilek, aman aman bu kadar dilek. O yerin yüzünü bir daha görek, aman aman bir daha görek. O yerin yüzünü bir daha görek, aman aman bir daha görek. Gel aman aman yanıma, kıyma bu yazık canıma. Bir kara kaşın, bir kara gözün değer dünya malına. Bir kara kaşın, bir kara gözün değer dünya malına. فيكن تسامحوني على اللي عملته؟ على الأقل أنت احكي شي يا حكمت، مو معقول تضل ساكت. أنا بدي أحكي معك على انفراد. مراد، علي. طيب يا ابني، امتى قررت انه تضحي بنفسك بهذا الطريق؟ امتى قررت؟ بتتذكر يا بابا لما رجعت من أنقرة بعد 2 من الجامعة وكنت متضايق لأنه طلاب الجامعة وضعهم مو صح؟ كنت أقول بدي أترك الجامعة. مستحيل نتأمل أي خير من هيك طلاب كل همهم المصاري وبس. ما حدا منهم بيفكر بوطنه أو بيوقف بوش الظلم. وانت حكيت لي عن قصة سيدنا الحسين، بتتذكر؟ بتذكر. قلت لي وقتها
بأنه سيدنا الحسين لما راح باتجاه الكوفة قالوا له المؤمنين: لا تذهب يا حسين، نخشى أن يتخلى عنك أهل الكوفة ويبيعوك. فقال لهم سيدنا الحسين: أنا لا أعتمد على أحد عندما أخرج إلى هذا الطريق، هناك ظلم وجور كبير. إن لم أخرج إلى هذا الطريق وأضحي بنفسي أخشى أن لا يقوم أحد في وجه الظلم ويحاربه. هيك حكيت لي، وبهداك اليوم قررت. بتتذكر بابا؟ لو ما كان ابنك اللي حارب الظلم، ولو ما كان ابنك اللي مشي بهذا الطريق واختاره، اللي مين كان رح يقدر يعمل كل هذا الشي؟ قراري صح ولا غلط؟ يا أخي، ضحيت بحالك ماشي، كان ضروري تغير صوتك، ملامح وشك وشخصيتك. ابني، شو أمي؟ مالك جوعان؟ جوعان يا أمي، جوعان كتير.